ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ النهارده انا مش جايه اعمل روتين عينيا ولا اقول لكم اشتريت ايه من امازون ولا اعمل انبوكسنج لكرتونه مليانه حاجات شكلها حلو مفيش فيها فايده. النهارده جايه اتكلم معاكم بجد. عايزه افضفض معاكم شويه. احكي لكم عن المهزله اللي احنا فيها وبقينا عايشينها كل يوم على السوشيال ميديا. احنا بجد بقينا جيل بيصحى يفتح موبايله وينام وهو ماسك الموبايل. جيل بيتغذى على ترندات تافهه. بيقارن نفسه طول الوقت بناس بتضحك على الكاميرا وهي بتعيط في الحقيقه. كلنا بدأنا السوشيال ميديا بحسن نية. كنا بنتابع علشان نتبسط ونضحك ونعرف وصفة جديدة أو نسمع حاجة تفيدنا. لكن مع الوقت بقت السوشيال ميديا سلاح بيدمرنا نفسيا من غير حتى ما نحس. بقينا بنضيع ساعات كتير من يومنا على فيديوهات. روتيني اليومي، روتيني المسائي، روتين وقت مش عارفة ايه، روتين بعد الزعل، روتين وانا مكتئبة، روتيني وانا بكح. حتى العطسة بقى ليها روتين. والناس بتتفرج وبتفاعل وتقول يا سلام ما شاء الله على النشاط. وانتي من جواكي بتقولي طب انا ليه مش كده؟ انا ليه بيتي مش بنفس الجمال ده؟ وما تعرفيش ان الصورة اللي اتصورت دي وراها فوضى متشالة على السريع ونفسية متدمرة. في حاجة مرعبة بتحصل جوانا واحنا مش اخدين بالنا منها. ان احنا دماغنا بقت بتتعفن. عارفين يعني ايه بتتعفن؟ بتتعفن من كتر ما بنستهلك نفس المحتوى الغبي كل يوم. فيديوهات تيك توك عبارة عن صوت واحد بيتكرر في 10 طرق. ناس بتمثل مشاعر مش حقيقية، ستات بتعيط عشان لايكات، رجالة بيستعرضوا عضلاتهم علشان الفولورز. بقينا متبرمجين نضحك على الهبل ونتأثر بالتمثيل ونبكي على كذبة. ويا ويلك لو قلت انا زهقت هيقولوا لك روقي كده دي دنيا افتراضية. لا يا حبيبتي دي مش دنيا افتراضية، دي دماغك الحقيقية اللي بتبوظ ورا الشاشة دي. النهارده بقت العلاقات عبارة عن صور وبوستات، اللي بتحب حد لازم تنزل ستوري، اللي مخطوبة لازم تعمل فوتو سيشن، اللي متجوزة لازم تعمل قناة على اليوتيوب هي وجوزها ويعملوا مع بعض تحدي مين بيطبخ أحسن. المصيبة بقى لما يحصل انفصال الناس تبقى عايزة التفاصيل، وكأنك عرضت حياتك في مول والناس دفعت لك تذكرة عشان تتفرج. اللي بيحب بجد بيخبي على فكرة مش بيشير. اللي خايف على علاقته بيصونها مش بيبيعها على التيك توك. اقسم بالله كاني بتفرج على مسابقه مين اكتر واحده بتستهلك كلور في الشهر. يعني الستات دلوقتي مش بتشتري منظفات عشان تنظف، لا بتشتري عشان تصور وهي بتنظف. ستات عندها اطفال وشغل وتعب وبتقضي اخر طاقتها في تصوير نفسها وهي بتنظف حوض المطبخ. ليه؟ عشان التفاعل. عشان الناس تقولك برافو عليكي وانتي من جواكي بتنهاري. واللي بيتفرج قاعد في سريره حاسس بالذنب انه مش بيعمل حاجه ويبقى اليوم كله راح في جلد الذات. تعالوا بقى نتكلم بصراحة عن الفيسبوك والانستجرام والتيك توك. الناس هناك مش بتعيش، الناس هناك بتمثل انها عايشة. كل حاجة معمولة ب100 فلتر، حتى الكلمة الطيبة بقت متركبة على فيديو فيه موسيقى حزينة عشان يوجع القلب. بقينا نشوف الست بتولد لايف والراجل ماسك الكاميرا بدل ما يمسك ايد مراته. فين الرجولة؟ فين النخوة؟ فين الخصوصية؟ انت قاعدة بتتفرجي عليهم وهم بيعدوا الفلوس، كل دقيقة بتعدي وانت بتنقلي من فيديو لفيديو بتزيدي ارباحهم هم. وبيقل وقتك انت ومودك ونفسيتك. وبعد شوية هتلاقي نفسك بتقارني، بتحبطي، بتحسي ان انت مش كفاية. يا بنتي انت كفاية واكتر. انت مش محتاجة تحبي نفسك بعد ما تشوفي ست تانية بتعمل ماسك وتضحك. انت محتاجة بس تسكتي الضوضاء دي وتسمعي صوتك انت من جواكي. على فكرة أنا كمان كنت واحدة من الناس اللي بتقدم محتوى بسيط عن العناية بالنفس. بس جه وقت ووقفت. أنا كنت بعمل شوية ماسكات، شوية مكياج، شوية وصفات للشعر، وصفات للبشرة. حسيت إن كل ده مش مفيد، يعني أنا هفضل أقدم دوت للناس؟ طب ما خلاص الناس عرفته. أنا بفيد الناس بإيه؟ يعني إيه أطلع أوريهم إزاي نعمل مكياج؟ يعني إيه أطلع أوريهم وأنا بحط ماسك على وشي؟ أنا وقفت كل ده عشان حسيت إن أنا أغلى من كده. أنا مش بعرض نفسي على السوشيال ميديا ولا عروسة بتحركوها بلايكات. بقيت بخاف من اي حاجه ان انا اقدمها على النت وتكون مثلا حته من ايدي باينه، حته من رقبتي باينه، ما ده حرام. وقفت كل ده. غيرت خالص المحتوى، قلت من اللحظه دي انا لازم هعمل حاجات تفيد الناس بجد. انصحهم بنصايح تفيدهم في حياتهم. مش مجرد ان هم يتفرجوا عليا ويتبسطوا باللي انا بعمله في نفسي هم ما بيعملوهوش مع نفسهم. مش هفضل اقدم حاجات عشان الناس تديني عليها لايكات وخلاص وهم يفضلوا محلك سر مش بيتحركوا. انا ست عندي عقل وعندي مشاعر وعندي رساله وعايزه اقدم حاجه تنور الناس مش تبهرهم. انا مش بقولك اقفلي كل حاجه وخلاص، انا بقولك رتبي حياتك. اختاري تتابعي ايه ومين، اسالي نفسك الفيديو اللي انا بتفرج عليه ده بيفيدني ولا بياكل وقتي وبيقلل من نفسي؟ الصفحه اللي بتابعها دي بتكبرني ولا بتصغرني؟ الناس اللي بتتكلم طول اليوم عن انا وانا وانا، طب وانتي؟ انتي فين وسط كل ده؟ فين وقتك؟ فين حياتك؟ فين نفسيتك؟ فين طموحك؟ فين روحك اللي كانت زمان بتحب تقرا وترسم وتكتب وتصلي وتطبخ بحب تضحك من قلبها؟ فين هي؟ ما تخليش تمثيلهم يخليكي تشكي في نفسك.
كل حاجة على السوشيال ميديا دلوقتي بقت تمثيل باحتراف. اللي بتعيط قدام الكاميرا بتجرب زاوية التصوير 3 مرات، اللي بتحضن جوزها في فيديو بيعيدوا اللقطة 5 مرات، اللي بيضحكوا بيكونوا لسه متخانقين. مفيش حاجة حقيقية غير اللي جواكي انتي. حاسة ان دماغك بقت مشوشة؟ حاسة انك مش قادرة تفرقي بين الصح والغلط؟ حاسة انك دايما متأخرة عن الكل؟ ده مش عيب فيكي، ده من كتر ما بقيتي عايشة في عالم مش حقيقي. في وقت كده بيمر في اليوم بتحسي انك كنتي صاحية بس مش عايشة. تفتحي الموبايل الصبح تقعدي تسكرول وتفاجئي ان انت ضيعتي ساعتين من عمرك. ساعتين كان ممكن تعملي فيهم رياضة او تقري او تقعدي مع اولادك او حتى تقفي قدام المراية وتفكري في اي حاجة مضايقاكي. السرقة هنا مش في الوقت بس، السرقة في الطاقة، في النفس، في المعنويات. كل يوم بيعدي وانت مستهلكة وانت مش عارفة ليه. عارفة ليه؟ عشان شفتي 20 ست أحلى منك وأنضف منك وبيوتهم مترتبة أكتر من بيتك. بس في الحقيقة كل ده فوتوشوب وتمثيل وإضاءة. وانتي اللي عندك القدرة تبني حاجة حقيقية، تبني نفسيتك انتي من أول وجديد. عايزة تعرفي تبدأي منين؟ خطوات بسيطة جدا. اعملي الدايت للمحتوى زي ما بنعمل دايت للأكل. اعملي دايت للسوشيال ميديا. امسحي أو اعملي إخفاء لأي حاجة بتحسي إن هي بتأثر على مودك. مش لازم تكرهيهم، بس لازم تحبي نفسك أكتر. اسألي نفسك أنا ليه فاتحة التطبيق ده؟ كل مرة تمسكي الموبايل اسألي نفسك أنا فاتحاه ليه؟ أنا داخلة أعمل إيه؟ لو ما لقيتيش سبب حقيقي اقفليه فورا. خلي يبقى في وقت محدد للسوشيال ميديا، اديها وقت بالساعة، مثلا نص ساعة بعد الظهر وخلاص. مش لازم كل شوية تروحي فاتحة التليفون تخشي هنا من هنا لهنا ومن هنا لهنا. بتضيعي وقتك على الفاضي وخلاص. شوفي انت كنتي بتحبي ايه زمان. كنتي بتحبي تكتبي، بتحبي ترسمي، بتعملي كروشيه. رجعي الحاجات اللي كنتي بتحبيها قبل السوشيال ميديا ما تخطفك، لان الحاجات دي هي اللي فيها روحك مش الفلاتر. اقري، اسمعي، اتعلمي. بدل ما تتابعي لايف ناس بتتخانق او بتستعرض لبس، اسمعي بودكاست، اقري مقال، تابعي حد بيفيدك بجد. اعملي سكرين تايم لجهازك، تابعي قد ايه بتقعدي اونلاين. لما هتشوفي الرقم اللي انت بتقعديه اونلاين هتتصدمي، وهتعرفي ان انت محتاجة ترجعي لحياتك قبل ما تضيع منك اكتر. بلاش تهربي من نفسك. اكتر حاجة بتخوف في الموضوع ده ان احنا بنهرب، نستخبى في السوشيال ميديا عشان ما نفكرش، عشان ما نسمعش صوت الحزن او الوحدة او التعب اللي جوانا. بس اسمعيني، اللي بتهربي منه ده هو طريق الشفا. وجعك محتاج حضن مش لايك. حيرتك محتاجة سؤال مش فلتر. ضعفك محتاج سجدة مش ستوري. انزلي تحت جواكي هتلاقي بنت صغيرة خايفة وتايهة، بس قوية لو لقت اللي يسمعها. اسمعيها، هي تستاهل أكتر من العالم المزيف ده. اللي بيكلمك عن الحب يمكن لسه متخانق مع مراته، واللي بتقولك إنها أم سعيدة يمكن بتعيط كل يوم وهي قاعدة لوحدها، واللي بتضحك في الفيديو يمكن بتاخد مضاد للاكتئاب. ما تصدقيش كل حاجة، ما تدخليش حياتك في مقارنة مع ناس مش عايشين أصلا حياة حقيقية. خليني أكلمك بصراحة شوية عن الرجالة. في شوية من الرجالة بقوا جزء من المهزلة دي. اللي يصور مراته وهي بتولد، اللي يخلي مراته تعمل تحدي مين يغسل مواعين أكتر، اللي يصور بنته وهي بتعيط أو بتتكسف. فين النخوة؟ فين الرجولة اللي كانت بتخاف على الست وتسترها؟ فين فكرة إن دي مراتي، دي حرمة مش للعرض؟ بقينا نشوف فيديوهات أجانب مراته نصها عريان وهو فخور بيها، وإحنا بنقلد. الستات بقت سلعة، المشاعر بقت سلعة، والكرامة اتدفنت تحت شير ولايك وفيوز. أنا عن نفسي أخدت قرار، بطلت أقدم محتوى تجميل. كان جميل وكان بيجيب تفاعل وكان بيمشي، بس حسيت نفسي غالية، حسيت نفسي أكبر من كده. وعرفت إن القيمة مش في عدد الفولورز، القيمة في اللي بيستفيد من كلامك، القيمة في الوقت اللي بتديه لروحك، القيمة في إنك تصحي من النوم حاسة إن أنت قريبة من ربنا، مش عايشة طول عمرك علشان الإنترنت وبس. لو وصلتي معايا لآخر البودكاست ده فده معناه إن أنت جواكي لسه في أمل، إنك لسه بتحبي نفسك ولسه نفسك تبقي حقيقية. فأنا بقولك من قلبي سيبي السوشيال ميديا شوية، ارجعي لنفسك، ضمي بنتك، صلي لك ركعتين، اقري صفحة قرآن، خدي نفسك وانزلي تتمشي أو اكتبي في ورقة كل اللي مضايقك، هتلاقي نفسك بتتنفسي من تاني. كلنا بنقع، بس الشطارة إن احنا نعرف نقوم تاني. وكل ما هتقومي هتحسي إنك مش لوحدك، لأن في ناس لسه عايزين يعيشوا حياة فيها ستر وكرامة وعقل ورحمة. خليكي منهم، انضمي لينا. خليكي واعية مش منتشرة، خليكي قوية مش منكشفة، وخليكي دايما فاكرة إن دماغك أغلى من الترند. أشوفكم الحلقة الجاية.